السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مع شهد. اليوم ان شاء الله غادي نديرو خبيزات تقدروا طيبوهم في المقله ولا في البانينوز. نروحوا للطريقه. غادي هادو الخبيزات ساهلين وخفاف وزوج في واحد، وتقدروا توجدوهم بخفه. يعني كون تكونوا موجدين العقده صباح ولا تقدروا الحشيه غير تعجنوا هذيك العجينه، تريح ديك نص ساعه حتى لساعه وتبدو تخدموا يوجدوا لكم ليه. يعني ساعه ونص وانتي وجدتيهم ويجوا بنان بنان بزاف، وقد ما تعمروهم قد ما يجوا بنان. نروحوا لطريقه التحضير. هنا راح نعطيكم الطريقه وتبعوا معايا مليح الطريقه وتبعوا المقادير. هنا عندنا زوج كيسان تاع فرينه، معمرين على حساب الكاس اللي بغيتي تاع 220 مليلتر. كيس تاع ليمونات. عندكم زوج كيسان تاع فرينه، عندكم ملعقه ماشي معمره تاع خميره الخبز، وملعقه ماشي معمره تاع السكر. تخلطوا هاد المكونات مع بعضهم شويه وتزيدوا على راس المغرف ملح. نملحوا العجينه تاعنا ونزيدوا الزيت. هنا الزيت نحطوا 5 ملاعق زيت. تقدروا تخلطوا بين الزيت وزيت الزيتون، تقدروا تستعملوا غير الزيت. وملعقه معمره بومبي تاع لحظه، يعني حليب غبره. نخلطوا هذوك المكونات ونحاولوا ندخلوا مليح هذاك الزيت وندخلوا هذوك المكونات في الفرينه ونبدو نلموا في العجينه تاعنا. اذا كان عندكم الحليب سائل وما عندكمش الحليب غبره، تقدروا هنايا في هذه المرحله تقبضوا الحليب تسخنوه غير شويه وتبدو تلموا في العجينه تاعكم. لازم الحليب يكون دافي وتبدو تلموا. هنايا قبضت كاس نفس الكاس اللي عبرت به الفرينه، عمرته ما دافي وراني نلم به العجينه. تبدو تضيفوا في الماء وتلموا حتى تتحصلوا على عجينه ما تتلاصقش في اليد، بصح طريه، يعني ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه بزاف حتى تبدا تلصق في اليد. هنا حاولوا تعجنوها مليح مليح، تاخذ منكم حوالي دقيقتين حتى ل3 دقائق وانتم تعجنوا فيها. هنا حطيتها فوق طاولة العمل وبديت نعجن فيها شوية حتى تحصلت على هذا القوام، يعني يجي قوام خفيف والعجينة هنا تجي شابة وتقدري تلعبي بها كما بغيتي. شوفوا الطريقة. هنا بديت نعجن فيها، قلتلكم تعجنوها حوالي 3 دقائق. ما راحش تاخذ منكم وقت وغادي تجي بنينة بزاف هاد العجينة. الطريقة تاعها سهلة وما تاخذش وقت وما فيها صوالح بزاف. تحطوها ترجعوها للبول تاعها وتغطوها بابي سوليفان. لازم تغطوها مليح مليح باش ما يدخلهاش الهواء. وروحوا نوجدوا العقده تاعنا. هنايا عندنا ملح، كركم، سكنجبير، شويه سكر وحرار وشويه مرطاغد. تضيفوهم للدجاج تكونوا مقطعينه متوسط، وتروحوا عندكم حبه تاع بصل كبيره. وها هو العجينه تاعنا راها تريح. هنايا تقص لي الفيديو بصح انا واش درت. البصله هذيك دبلتها في شويه تاع الزيت وشويه تاع الزبده، دبلتها مليح مليح حتى دبالت. ضفت لها هذاك الدجاج مع هذوك البهارات وحطيت لها حوالي ربع كأس من الماء وخليتها تغلي. نقصت لها وخليت داك الدجاج يطيب مليح مليح بعد ما كنت قليته شويه في البصله، وخليت هذاك الخليط يطيب لنا. بعد ما طابت لنا هذيك البصله وهذاك الدجاج ونشف لنا شويه كما راكم تشوفوا في الخليط تاعنا، ضفت له هذيك البطاطا اللي قليتها. بطاطا قليتها مربعات صغيره باش ما تتقبلناش العجينه. حطيتها بهذا الشكل. في هذه المرحله تقدروا تزيدوا القشطه كريم فريش. تقدروا هنا تزيدوا الجبن كما انا هنا درت الجبن المبشور. الجبن هنايا كل ما تستعملوا جبن بنين وشباب كل ما تجيكم الخبيزه تاعكم يجيكم بنان. انا هنايا درت كميه من الجبن المبشور. حطيت الخبيزات تاوعي قطعتهم على 4 الكميه اللي عطيتها لكم تاع 2 كيسان، تخرج لكم 4 خبيزات 4 حبات. هاي الطريقه. هنايا نقبضوا الحبات تاعنا نحطوهم نرشوا لهم شويه فرينه ونبداو نورقوا فيهم. لازم ديروهم شويه رقاق وتحلوهم مليح مليح وتبدو تعمروا في الحشوه تاعكم. قد ما يكونوا هادو الخبيزات معمرين مليح قد ما يجيكم شابين. هنا تقدروا ديروا صوص بلونش تاني من الفوق، انا ما كانش متوفره معايا، درت غير بالشي اللي كان متوفر معايا
وكي تجي في خاطركم حاجه ماشي لازم يكون عندكم بزاف صوالح، اهم حاجه انكم ديروا وتفرحوا وليداتكم وتفرحوا داركم وتفرحوا العائله تاعكم. هنايا تحكموا العجينه تاعكم تغطوها. هنا كي تجوا تغلقوا الاطراف حاولوا تجبدوا العجينه شويه بهذه الطريقه، تجبدوها هكا شويه باش ما تجيكمش في الاطراف غليظه بزاف. قد ما تجبدوها قد ما تجيكمش غليظه بزاف. هنايا كنا نحكوا على مكونات تاع اللي تقدروا تحطوها الداخل، تقدروا تحطوا الطماطم، تقدروا تحطوا الطونه، تقدروا تزيدوا، تقدروا ديروا كي تكونوا دايرين الدجاج تقدروا تزيدوا الفرماج تاع مربعات ولا مثلثات، وتقدروا تزيدوا الجبن المبشور، تقدروا تزيدوا كريم فريش، تقدروا تخلطوهم حتى باي حاجه راكو باغينها، تزيدوا لها اي حاجه راكو باغينها. هنايا يبقى الذوق اختياري. تحطوهم مباشره في البانيونيز وتطيبوهم. بانيونيز ديروها على النار، بليطو ديروها على درجه حراره متوسطه، بين المتوسطه والمرتفعه، باش يطيبوا لكم شويه من الداخل، وتبلعوهم باش ما يطلعوا لكمش. اذا كنتوا راح طيبوهم في المقله، كي تحطوهم في المقله حطوا حاجه ثقيله فوقهم باش ما يطلعوا لكمش، باسكو هادو راه فيهم الخميره يعني راح يطلعوا لكم. حاولوا تزيروهم بكاش حاجه، ما تزيروهمش بزاف باش تاني ما تخرج لكمش العقده. حاولوا طيبوهم من كامل الجوانب باش يجوكم تاني في الجوانب طيبين. في البانيناز ما راحش تاخذ منكم وقت، حتى في المقله تاني درتهم في المقله وما داوش مني وقت بزاف. تحطوا الحبات تاعكم وتحطوا تبريسوهم بحاجه وتخلوهم يطيبوا حتى ياخذوا لكم هذاك اللون ويطيبوا من الداخل. ما تزيدوش للبانيناز تاعكم ولا للنار تاعكم، ما تزيدولهاش بزاف لخاطر راح تحمر لكم من الفوق ومن الداخل راح تبقى لكم خضره. انتبهوا لهاد الملاحظه. هنايا ها هي تاع الخبيزات تاعنا، نزيدوا لهم قازوزه ويجوا يهبلوا ما شاء الله، خرجوا شابين. نتمنى ان شاء الله تجربوهم ونتمنى ان شاء الله الفيديوهات تنال اعجابكم، وراني نحاول باش نعطيكم كامل واش عندي، نعطيكم كامل الصوالح اللي يجوني شابين، الصوالح اللي يجوني بنين كامل نحاول نحطهم لكم، والصوالح الساهلين.